هو التيك توك مش مستقصدك ولا حاجة، بس الفيديو بتاعك عشان ينتشر ويبدأ يطلع في الاف واي بي لازم يمر بمرحلة اسمها بوينت سيستم او نظام النقط. طيب نظام النقط ده ايه اصلا؟ نظام النقط ان الفيديو بيطلع اول حاجة ل 300 شخص، فال 300 شخص دولت لازم يكونوا تفاعلوا مع الفيديو بشكل معين. ايه هو الشكل المعين اللي ممكن يوصل الفيديو لكده؟ تعالوا نشوف. لو حد عمل لك لايك فانت هتاخد بوينت واحده، هتاخد نقطه. كومنت نقطتين، بس الكومنت لازم يكون من 5 كلمات، يعني مش واحد يعمل لك ام زد مش عارف ايه، ده مش هيجيب حاجه. لازم تكون 5 جمل خلاص. 3 نقط لو عملت ريبوست، لو حد عمل لك ريبوست يعني عاد نشر الفيديو بتاعك او شيره بتاخد 3 نقط. 4 نقط لو حد كمل الفيديو للنهايه. 5 نقط لو حد عمل ري ووتش، يعني حد عاد الفيديو. طيب انت عشان تجيب 50 نقطه فلازم الفيديو بتاعك يعدي على الحاجات دي ويعجبه اول 300 شخص، بعد كده يبدأ يطلع ل 1000 شخص بلس يعني وزيادة، ممكن يطلع لأكتر من 1000 شخص. فانت طبعا لازم تبقى فاهم ايه العوامل اللي تخلي الفيديو يطلع اصلا للناس. ما هو مش وخلاص، هو مش لازم الفيديو بقى يكون فيه حاجة بتشد الناس. فلازم الفيديو بتاعك يكون فعلا فيه محتوى انت حاسس ان هو قيم، حاسس ان فعلا حد يعمل عليه لايك او يعمل عليه شير او يعمل عليه كومنت. وعشان تجيب شير اللي هو اقصى بوينتس انا بجيب لك من النهاية، حاول تقول تحذيرات في الفيديو بتاعك.